يعني التوتر والصراع عم بيشتد أكثر وأكثر، يعني النزاع والخلافات عم بيظهر أكثر وأكثر. يعني حتى التدخل الدولي كمان موجود في سوريا، إن كان الدول الغربية والدول الإقليمية، يعني دول متحالفة مع بعض البعض داخل سوريا، لكن الأمور عم تصعب أكثر. يعني أكثر شيء ما في شيء هو اسمه السياسي، يعني أو حلول سياسية كلها عبارة عن تطورات ميدانية، تطورات عسكرية، وهكذا. يعني والمنطقة منطقة عم بتجر منطقة، بلد عم بتجر بلد، وهكذا بينتشر وبيتوسع هالصراع هذا. طبعا يعني الصراع اللي عم يتوسع يبدو في مشكلة تاريخية، مشكلة قديمة بالشرق الأوسط، وهالمشكلة ما انحلت. طالما المشكلة موجودة قديمة وما انحلت، فممكن الصراع يتطور، ممكن يعني يصير خلافات بين الدول كمان، بالسياسة كمان، بالحالة العسكرية كمان، لأن في مشكلة، وهالمشكلة بدها حلول من جذورها. إذا ما حلت مشاكل المنطقة من جذورها، لا يمكن تحل المشكلة من فوق الجذور، يعني من فوق صعب. فلذلك تتعقد المشكلة أكثر وأكثر، والصراع بيتوسع بينتشر. إذا كان بمنطقة صار منطقتين، كان بالدولة صار دولتين، وهكذا. فهذا اللي بشكل خطر، خوف في نفوس المجتمعات، في نفوس الشعوب بالمنطقة. الموضوع ليس في إدلب ولا بجرابلس ولا بعفرين ولا بسرقان، مخططات شاملة كبيرة، مو بس بسوريا، بالعراق كمان، بليبيا كمان، وباقي دول. ما في دولة مثلا فيها استقرار أو فيها أمان. يعني كل الشعوب الشرق الأوسط يعني صارت تحسب هالحسابات وتخاف، يعني تخاف من بعضها. ممكن إن الدول المهيمنة، الدول الرأسمالية، بمساعدة الدول الإقليمية استخدموا الإرهاب، لكن من 20 سنة ما كان في إرهاب، من 15 سنة ما كان في إرهاب، يعني لكن من 10 سنين وله استخدموا صفة الإرهاب وفصائل إرهابية، أنشأوهم، استخدموهم مشان تمرير مصالحهم وأطماعهم في المنطقة. لكن الشعوب صارت تخاف من هالإرهاب نتيجة وجود الإرهاب في المنطقة. يعني البلد مثل ما بيقولوا تشرد، الشعب تشرد، البلد دمر. بدنا نبحث عن الحل. لمين بدنا نبحث عن الحل؟ إذا ما بحثنا المشكلة من أساسها. مسود إنجليز بي أفضل كرنات الباب جاي بالك وأشياء وروس قصدك الغام واقعة وتحالف منعهم يعني أسباب شنو أو تشتروا مفاجئ ند واري فترة تنسي حمل بالضبط شو مولوك وقت شيء مفاجئ اتفاقيات أبو صفقات أبو إدارة النقل والتموين في المقاطعة اشتغلنا وبحضور تبدأ والتكليف. وصلنا لحل أن نسوي لجنة نعمل دراسة. عملنا اللجنة، أنا عملت دراسة على أسعار القطع بالبلد. التموين امتنع ما أجى، النقل امتنع ما أجى، ما حضر الاجتماع. طبعا هاي كلها على عقلات عم يسويها. اضطريت اليوم أرفع التكليف بالأقليم بالقادش. تنسيق النقل بعد